ناجومو كان ولد شكله وحش يتيم وما كانش ليه أي لازمة، واتحرق بيته وبقى مشرد وعايش في الشارع من غير ولا مليم. بس حياته اتقلبت تماما لما واحدة جسمها ملفت ونيتها باينة عرضت عليه يعيش معاها علشان يشارك العصاية السحرية بتاعته مع كل البنات اللي ساكنين في السكن بتاعها. وده خلى ناجومو يحس إن في أمل في الدنيا. كل حاجة بدأت في اليوم اللي ناجومو وقع فيه على الرصيف من كتر التعب والجوع بعد ما قضى أيام بياكل بواقي الزبالة مع المشردين. قبل ما يغمى عليه سمع صوت بنت بتتكلم، فبص كده بالعافية لقى بنت اسمها مينو واقفة وسألته بيحب ياكل ايه. بعدها بكام دقيقة كان خلص الأكل اللي عملته له، ولما جه يشكرها قالت له مفيش داعي، ومدت ايدها وأكلت قطعة كيك كانت لازقة في وشه. ناغومو اتوتر وخاف تكون ناوية تاكل حاجة تانية، فجرى على الحمام علشان ياخد شاور ويفك عن نفسه، وفي دماغه بيفكر ازاي البيت كبير بالشكل ده. اول ما دخل الحمام اتفاجئ بوجود 3 بنات جوه وعقله فصل من الصدمه. فريه بدأت تضحك على العود اللي دخل بيه، وفي نفس الوقت واحدة تانية اسمها أينا كانت راجعة من محاضراتها وقررت تدخل تاخد شاور هي كمان. بعد ما سلمت على نينو سألت مين البنات اللي جوه الحمام، لكن فجأة شافت نجومه بيجري عليها، خبط فيها من غير قصد وبدأ يعتذر بسرعة، بس كوريا مسكته ووقعته على الأرض. وفري كانت بتحاول تلاقي له عيب يناسب اللي حصل، بس ساعتها سيرينا قالت لهم يهدوا شوية علشان أتينا نص مخها راح من كتر الصدمة. بعد شوية مينو شرحت له إنهم كلهم طلبة جامعة وساكنين مع بعض في السكن، وعرفته على الباقيين. وبعدها سألوا ناجومو ازاي يعرف مينو، فلما حكى لهم عن حياته البائسة وشهقاته وتعبه كلهم اتأثروا وبدأوا يبصوا له بنظرات شفقة، وده خلاه يحس بعدم الراحة. فقرر يتكلم عن عزيمته على انه يبدأ من جديد ويدور على شغل. بس فجأة قتلوا الأمل اللي بدأ يحس بيه لما قالوا له إن مفيش شركة هتعين مشرد. بدل ما يودوه دار أيتام نينو عرضت عليه يشتغل كمدبر لسكنهم، بس البنات فكروها إن أينا بتكره الرجالة كرها غير طبيعي. بعد شوية نينو شرحت ليه لازم يساعدوا ناجومو، لكن أينا كانت مصممة ترفض وجوده في السكن وقررت تمشي وتدور على مكان تاني. ولما ناجومو سألها ليه بتكره الرجالة كده قالوا له إنها اتربت وسط ستات بس ومعرفتش تتعامل مع الرجالة، وأبوها كان فاشل وما كانش ليه أي وجود في حياتها لحد ما دخلت الجامعة. وكملت نيرو وقالت إن أول مرة شافت فيها راجل ناوي يعمل حاجة مع زميلتها في الأوضة مناخيرها نزفت من الصدمة. ورجعت تسأل ناجومو لو محتاج مساعدة في ترتيب حاجته، لكنه رفض يكون السبب في إن أتينا تضطر تمشي من السكن، وجري وراها علشان يوقفها. أول ما سمعته بيندوا عليها دست على البنزين علشان تهرب، بس هو فضل ينادي عليها لحد ما وقفت وقالت له إنها بتحاول تحمي نفسها من نوعه. فقال لها ما تخافيش، هو قرر يرجع يعيش في الزبالة تاني ومش هيكون عبء على حد. مع غروب الشمس أتينا بدأت تفكر ترجع السكن، بس لما افتكرت كلام مانو عن إنه مشرد بدأت تتساءل لو فعلا كان من الصح تسيبه يرجع للشارع. بعد شوية ناغومو لقى دكة في حديقة وقعد عليها، بس البرد لعب فيه فقرر ينام مكانه. وبعد كام دقيقة من نومه أتينا ظهرت وقررت تشيله وترجعه السكن، بس هو صحي وهو في حضنها ومسك حاجة بالغلط. كالعادة الصدمة دمرت آخر جزء فاضل في مخها، فاضطر ناجومو يشيلها هو ويرجع بيها للسكن. وأول ما وصلوا مينو والبنات استقبلوه بالترحاب، وهو اتحمس يشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. تاني يوم الصبح خلص شغل الجنينة وكان بيدور لو في حاجة تانية يقدر يعملها، لحد ما سمع شوية ستات بيقولوا إن كل اللي في السكن ناس مجانين ومش طبيعيين. وبعد ما ستات تانية عدوا وسألوا إزاي ممكن يسمحوا لمجموعة منحرفة تسكن في مكان لوحدهم، قرر يساعد البنات إنهم يحسنوا صورتهم قدام الناس. بدأ المهمة بتاعته بإنه طلع فوق علشان يلم الزبالة، ولما شاف إن الطرقة شكلها كأنها منطقة كوارث بيولوجية قرر يبدأ من أوضة مينو لأنها تقريبا الوحيدة اللي عايشة شبه بني آدم. نغومه بعد كده داس على الجرس، لكن كان هيعملها على نفسه من الخضة لما جهاز الإنذار شغال كأنه إنذار حرب. بس المفاجأة كانت أكبر لما البنت خرجت وهي طالع منها كل حاجة. رغم كده حاول يفضل متماسك وسألها بهدوء لو ممكن تلبس حاجة وتديله الزبالة، لكنها ردت عليه وقالت إن الهوا بيساعدها في أبحاثها، فطلب منها تسيب الزبالة قدام الباب وبدأ يزحف بعيد علشان يهرب من الإغراءات. وفجأة فري شدته على أوضتها ولبسته لبس تنكري كوزبلاي، وبدأت تحكي له إنها اتطردت من بيتها واترمت في السكن ده بسبب هوسها بتلبس الناس لبس غريب. وناغومو بدأ يسأل نفسه هو ليه اختار يعيش مع الناس دي، وفري طلبت مساعدته في إنها تاخد مقاساتها. والله هي قالت كده فعلا. ناجومو دخل في حرب تانية مع شياطينه الداخلية وهو بيحاول ياخد المقاسات، لكن حصلت سقطة وخلاص الدنيا كانت هتفلت. بس قبل ما يخرج من الأوضة اتحبس جوه. فري حاولت تاخد الخطوة الجاية، بس ساعتها نيرو دخلت فجأة لابسة ماسك وضربتهم هما الاتنين. وبعدها شرحت إن واحد من تجاربها طلع منها غاز سام. ولما ناجومو قال إن دي حاجة ممكن تموتهم كلهم لو البنات كانوا لسه موجودين وهما بيردوا عليه بمنتهى البرود،
انفجر فيهم وقال لهم ازاي متأثرينش بحاجة خطيرة زي دي. بعد ما اعتذروا خاف يكون بالغ في رد فعله، فاعتذر هو كمان وجري بعيد. عند عمود في الشارع بدأ يلوم نفسه ويقول انه غبي علشان زعق في البنات اللي انقذوه من الشارع. وفي نفس الوقت مين وفري كانوا قاعدين تحت شجرة مستنيين الغاز يروح، واعترفوا ان حد يزعق فيهم اهو ارحم من اللي بيحصل. بس بدأ البرد يلسعهم. لحسن الحظ ناجومو رجع معاهم ببطانية عملها بنفسه من مهاراته في الخبز، ووعدهم انه هيساعدهم يتعلموا يتصرفوا زي الناس العادية. والبنات شكروها بحضن دافي. ساعتها عينة رجعت وشافت المشهد واتجننت، فقررت تعمل اجتماع في نفس اليوم، وقالت لهم ان لازم يبطلوا يتصرفوا كأن آبائهم كانوا فاشلة علشان ناجومو يعيش حياة طبيعية. مينرو كانت بتحاول ترتاح، بس أتينا طلعت عليها بسلاح ضد المنحرفين، وبدأت خناقة ما بينهم، وكلهم بيحاولوا يعطوا ناجومو دروس في الانحراف. بعد كام ليلة ناجومو كان بيحاول ينام، بس حس إنه في حاجة مش طبيعية. وفعلا مين وفري كانوا بيخططوا لتجارب جديدة عليه. فجأة سمع صوت الأرضية وهي بتتكسر، وكوريا وقعت نص جسمها من الأرض. ناجومو جاري يساعدها، بس هي فجأة قامت وورته حاجة كانت هتخليه يدوخ. وبعد ما نزلت واعتذرت سألها ازاي كسرت الأرض كده، فشاف مانجا غريبة جنبها. هي خبتها بسرعة وسألته لو بيبص لها بطريقة مختلفة علشان بتقرا النوع ده من القصص، فقال لها انه ما عندوش مشكلة. ووقتها بدأت تحكي له ازاي وقعت في حب القصص دي من ايام الكلية وبقت مدمنة عليها. بس في لحظة رومانسية من الكتاب عقلها ضرب والإحراج خلاها تكسر الحيطة، فقال لها ما تقلقيش علشان كان خايف تكون دماغه هي الضحية الجاية. بس ساعتها طلبت تنام في أوضته علشان ما تقعش تاني في الحفرة. ولما قالها ممكن تحسي بإحراج لو نمتي جنبه، ردت عليه وقالت له ما تقلقش، هي اتربت وسط إخواتها الولاد. بعد دقايق النور اتطفى وناغومو كان بيحاول ينام، بس كوريا قالت له عاوزة تدردش معاه شوية علشان وشه فاكرها بإخواتها. هو افتكر نيتها طيبة ووافق، بس لقى نفسه متربط في إيرنبير. هي كانت بتستخدم الموقف علشان تاخد مساك سريع، وناغومو بدأ يخبط علشان يفك. ولما حست إن دراعه هيطق سابته بسرعة وبدأت تعتذر. كالعادة هو عامل نفسه إن محاولة القتل دي عادي، وقال لها إنه متعود إن فيهم حاجة مش مظبوطة، بس طلب منها على الأقل تعترف إنه ولد. في اللحظة دي بدأ يشك إنه هو السبب في كل اللي بيحصل، فاخد الفرشة وقرر ينام في أوضتها بدل ما تبهدل أوضته أكتر. قال لها تصبح على خير، وهي رجعت على السرير بتحاول تفهم هي كانت حاسة بإيه، وهو بيدعي إنها متبطش حاجة تانية. بعدها بكام دقيقة سيرين دخلت الأوضة ووقفت على ركبتها وقالت إنها كانت جاية تسأل كوريا لو عايزة تاكل حاجة في نص الليل. ولما شافت الحفرة عرضت عليه تصلحها بشرط إنه يبقى خدامها، وناجومو وافق وهو نايم ومش فاهم حاجة. فجأة قربت منه وعاوزة تبوسه. تاني يوم الصبح أتينا شافته بيعمل فطار للكل وسألته ليه، قال لها إنهم بقوا مسؤوليته دلوقتي. وقتها نورو طلعت وهي لابسة لبس مش مناسب، فأتينا على طول هجمت عليها، وناجومو واقف بيتفرج هو وفري. وبعد شوية كوريا كمان طلعت علشان تشوف هو بيعمل إيه على الفطار. سيرين دقت لقمة من المعلقة اللي في إيده وقالت له برافو يا خدام شاطر، وده رجع له ذكريات البوسة اللي حصلت بالليل. بعد لحظات بدأ يوزع الفطار عليهم، بس بدل ما ياكلوا مين وفري وكوريا بدأوا يطلبوا منه يقضي شوية وقت معاهم للهزار. واتينا واقفة مش فاهمة ازاي قربوا منه بالشكل ده في وقت قصير. ولما سيرين قالت له يعمل لها العشاء أينا بدأت تشك فعلا انهم عملوا فيه حاجة مش طبيعية. ولما كلهم طلبوا منه نفس الطلب قرر يروح السوبر ماركت يجيب طلبات، وطلب فلوس. مانو طلعت حصالة وقالت له ياخد منها، وقررت تروح معاه علشان تفهم هو ازاي قدر يكسب قلوبهم كلهم بسرعة كده. مينارو سألتها لو تقدر تتحمل تخرج معاه، وهي اتصرفت بثقة كأنها رايحة نزهة وطلبت منه يحضنها. وبرغم كده قدرت تتحكم في نفسها على قد ما تقدر، وحشرت مناخيرها في كمامات قبل ما يخرجوا. وقبل ما يدخلوا المحل ناغومو حاول يقنعها ترجع، بس هي قالت له يسيبها تحاول، وقدرت فعلا تتحمل وتدخل. فقال لها انه فخور بيها لانها واجهت خوفها، واشكرها كمان لانها السبب اللي خلاها يبقى ليه بيت. ساعتها افتكرت اليوم اللي انقذها فيه، وفهمت انه هو اللي خلاها تطلع من دور البنت الضعيفة. وفجأة النور ضرب في دماغها وفهمت انه طبيعي كده، ماهر في جذب البنات بالفطرة. جرت علشان تهرب منه قبل ما تقع اكتر، بس خبطت في 2 شباب الدم طلع لراسها، وحاولت تخبي اللي حصل، بس ناجومو مسكها وجري بيها على كافيه صغير. بعد شوية سكوته بدأ يضايقها فاعتذر لأنه شالها من غير إذن، لكنها طلبت منه يناديها الأخت الكبيرة. من اللحظة دي قضى الدقايق اللي بعدها يناديها واني تشان، لحد ما هرمونات الحب خلتها توصل لمرحلة النيرفانا. ولما رجعت لطبيعتها قررت تاخد خطوة زيادة، فربتت على راسه ووعدته إنها دايما هتكون في ظهره. بس التنورة بتاعتها وقعت بالغلط
بدأت تحاول تلبسها تاني بسرعة لكنها اتزحلقت وكانت هتطير نغمه على السما. في آخر اليوم جهز لهم العشاء كالمتفق عليه، بس مين والباقيين حاولوا يقربوا منه تاني بحجة الأكل، فأتينا شدته بعيد وقالت له إنها هتكرس نفسها لحمايته كأخته الكبيرة. لما شكرها كل البنات قالوا نفس الكلام، وقالوا كمان إنهم يزودوها بلمسة ألاباما. بداية الويك إند مينري طلبت منه يغسل لها اللفافات بتاعتها الضمادات أو شيء مشابه، وزودتها وقالت له يهتم باللي لابساه دلوقتي كمان، بس قررت تتحكم في نفسها علشان ما ترعبوش. وبعد شوية نغمه كان محتار يعلقهم فين، ولما خلص قعد يرتاح شوية على البلكونة وبدأ يتساءل عن أصحابه في المدرسة. بعد كام دقيقة جهز سفرة الفطار وطلع ينادي كولينا، بس هي خلته يناديها واني تشان تاني قبل ما تفتح الباب. بعد ما اعتذرت له لأنها دايما بتسيبه يعمل الفطار لوحده، حاولت تمسح على راسه، بس حساسيتها من الرجالة رجعت لهجومها. قال لها ما تشيلش هم، بس هي قالت له ده شيء بسيط، وبدأت تحاول تقرب وهو بقى مركز فيها. وفجأة فري دخلت وشافته، ولما أنكر عرضت عليه عرض خاص، عرض كوسبلاي خاص في أوضتها. أتينا طبعا هجمت عليها فورا واتهمتها إنها بتحاول تفسده. مينو سألتها لو خايفة عليه للدرجة ليه بتحاولي تبني معاه علاقة على طريقة ألاباما. أتينا حاولت تدافع عن نفسها، وفجأة هي طلعت وقالت إنها هي الأنسب إنها تبقى أخته الكبيرة. كلهم قرروا يعملوا مسابقة مين فيهم الأخت الكبيرة الأفضل. فري بدأت وحولت نجومو الأميرة ديزني تاهت وسط الغابة، ولما سألها ليه قالت له ما يعترضش، وحاولت تشرح له بطريقة عملية لكن البنات منعوها. مينارو قررت تكمل وطلبت منه يطلع معاها الأوضة علشان تجارب جديدة، لكنها اتشطبت هي كمان من المسابقة. وبعدها سيرين طلعت، فالبنات اتحمسوا يشوفوا دورها، لكنها نامت على فخده شوية وبعد كده راحت تكمل في الطار. ولما ما حدش اتحرك كوريا قررت توريهم يعني ايه اخت كبيره، وحطته في حركه كسر الدراع تاني. ناغومو بدا يحاول يفك نفسه لكن هي قلبت الحركه واختنق فعليا لحد ما روحه طلعت لفوق. اتينا جريت تطمن عليه وهو مسك ايدها يستنجد، فحضنته وبدات تزعق في كوريا. بعد شويه دخل يستحمى والبنات كانوا مستنين بره يعتذروا له انهم زودوها بزياده. في اللحظه دي نارو سالته لو عنده لوازم المدرسه فاحتار. فاري دخلت معاه وقالت له انهم قدموا له اوراق علشان يرجع المدرسه تاني. لما الكل جري يبارك له اتينا وقفت بتسال نفسها ليه ما فكرتش في كده، ووعدت نفسها انها تحاول تبقى اخت افضل. الاسبوع اللي بعده رجع اخيرا المدرسه ودمع وهو بيشوف خزانته القديمه، بس في اللحظه اللي بعدها خد ركله قويه في وشه طيرته عبر الممر. بنت اسمها سوتيا ظهرت وسالته ليه اختفى عنها، وهو مركز في ملامحها كانت بتحاول توضح له قد ايه كانت قلقانه عليه، لكنها فجاه اتعصبت ومشيت تلعن نفسها في الركن لانها مش قادره تتكلم معاه بشكل طبيعي. ولما لحقها وحاول يشرح لها ان كونه كان من غير بيت هو اللي خلاه مش قادر يتواصل معاها، طنشته تاني وطلعت على الفصل. بعد شويه فكر يقولها كل حاجه، بس لما افتكر انه عايش مع شويه ناس غريبه اتوتر، ومع كده قرر يعتذر لها بعد اول حصه، بس بيفضل يتشتت بسبب زمايله في الفصل لحد اخر اليوم. بعد اخر حصه المدرس وقفه وقال له انه ممكن يساعده لو محتاج، فشاف سوتيا وهي خارجه وجرى وراها عشان يكلمها، بس هي بدات تجري فمسك ايدها. ساعتها اتعصبت وقالت له ما يعملش كده تاني ابدا، وطلعت على السطح عشان تهدي اعصابها. وهو افتكر انها حساسه من الحر. هي كمان بدات تفتكر اليوم اللي كانت قاعده فيه لوحدها بتتفرج على باقي الطلبه وهم بيلعبوا، لحد ما جه هو وكلمها. لما سالها ليه مش بتلعب معاهم قالت له انها بتتعب من الشمس. فجرى فجاه جوه المدرسه، كانت فاكره انه زهق منها بس سمعته جوه بيسال على تلج فدخلت تبص. لما رجع حط ايديه المجمده على وشها وسالها كده احسن، وبعدها مسك ايدها وخلاها تنضم للعبه من غير ما تقلق من الحر. في اللحظه دي سوتيا لاحظت ان الشمس طالعه، لكنها فضلت تأنب نفسها عشان زعلت الوحيد اللي كان مهتم بيها. بس فجاه هو ظهر تاني وحط ايده البارده على وشها فاتفاجئت، ففرجها على كيس تلج كان جايبه من البيت واعتذر لها انه ما استخدموش قبل ما يمسك ايدها في الممر. وبعد ما شرح ان منه هي اللي ساعدته يحضره في السكن اتفاجئ انه فضح نفسه وقال لها كل حاجه عن عيشته مع البنات في السكن. ولما طلبت تشوف السكن حاول يمنعها بس بالغلط وقعها على السرير، ورغم انها عارفه انهم كده بيكسروا قوانين المدرسه فضلت ماسكه ايده عشان تشرح له قد ايه كانت قلقه عليه. وبعدين ضربته برجليها في ضلوعه لحد ما اتكسرت، وبعدها راحوا مع بعض ناحيه السكن. واول ما قربوا من المكان هو بدأ يتوتر لانه عارف ان البنات مش هيسيبوا الموضوع يعدي بسهوله. وفعلا حصل انفجار في اوضه منه، وخرجت هي وفري لابسين لبسهم الغريب وسألوا إذا كان بدأ يطبق اللي علموه له مع البنات اللي في المدرسة. بعد شوية أتينا رجعت البيت وسألت مين سوتيا دي، فشرح لها نجوم الموضوع وقال إن أتينا هي الوحيدة العاقلة في السكن. لما فري رجعت وحاولت تتخانق مع سوتيا نجوم سحبها وقال لها على حالتها الصحية، ومع كده خد رفسة تانية قلبت أعضائه. وساعتها
سوتيا كانت بتحاول تتحكم في أعصابها، لكن البنات بدأت تلاحظ إنها شايفة نجومه أكتر من مجرد صديق. فمنه سألت أتينا جاهزة تدخل المعركة على قلبه، لكن أتينا قالت إنها بس عاوزة تكون أخته الكبيرة. لكن كوريا طلعت وقالت برضه لازم تتخانقي معايا على الدور ده. في اللحظة دي سوتيا قالت لهم يوقفوا الهبل ده، لأنها بتفكر إذا كان عشتوا مع شوية بنات كل واحدة فيهم كأنها شخصية من مسلسل درامي أبو أب مفقود فعلا تنفع له. قررت تبدأ تفتيش الأوضة عشان تطمن، وبدأت بأوضة نجومه اللي كانت كويسة لحد ما مانو دخلت فجأة وبدأت تمدحه بزيادة. ولما سألها إذا كان في داعي لكل ده قالت له إنه المفروض يشكرها إنها بتديله فرصة يثبت نفسه. بعدها راحوا على أوضة مينو بس كانت مليانة غازات كأنها هتنفجر. ففري خدت سوتي على أوضتها وبدأت تفرجها على لبس الكوسبلاي اللي عندها. لما طلعت فستان جديد سوتيا كانت فاكرة إنها بس مجنونة كوسبلاي عادية، بس لما فري بدأت تتوسل لها تلبسه وفجأة حاولت تقلعها هدومها سوتيا اتصدمت. الحمد لله نتينا دخلت في الوقت المناسب وأنقذتها وقالت لها تعالي شوفي أوضتي يمكن تلاقي حاجة طبيعية. ولما دخلوا سوتيا قالت إن أوضتها مملة أكتر من فيلم سنو وايت الجديد، لكن نجومه حب شكلها وذوقها. وبعدها هما الاتنين لاحظوا إن سوتيا خلاص على وشك تنفجر. كوريا وقتها دخلت وقالت أنا هخليكي تغيري رأيك، وبدأت تفرجها على مجموعة الروايات الرومانسية اللي عندها. وسوتيا بدأت تهدى، بس لما كوريا شافت مشهد سخن في واحدة منهم كسرت الحيطة من فرط الحماس. ولما سوتيا قررت إن السكن ده خطر عليهم كلهم سيرين ظهرت وحطت بسكويتة رز في بقها، لكن اكتشفت إنها منتهية الصلاحية. بعد شوية البنات لاحظوا إن الوقت اتأخر، فمينارو قررت تخلي سوتيا تبات عندهم عشان ياخدوا فرصة تانية. هي وافقت على مضض وقررت تبات في أوضة أتينا عشان تتفادى المجانين زي فري. أتينا ساعدتها تلبس وجهزت لها السرير رغم إن سوتيا لسه مش طايقاها، ومع كده قررت تخليها ترتاح وزحفت جنبها وسألتها نجومه كان عامل إزاي لما بقيتوا أصحاب. سوتيا ردت وقالت أنا مش الشخص المناسب للإجابة، أنا عمري ما كنت متخيلة إن صديق الطفولة بتاعي ممكن يبقى مسؤول عن سكن مليان 5 بنات مش طبيعيين. ولما شافت على وشها علامات الإحراج سوتيا اتنرفزت وقالت إن نجومه مش عادل معاها وجريت راجعة على أوضة أتينا. بعد كام يوم وهما قاعدين على الفطار نجومه لاحظ إن أتينا وكوريا بيتصرفوا بغرابة، فسألهم لو الأكل مش عاجبهم، بس هما ردوا عليه برد بارد وشكروه على الأكل ومشوا. ففري قالت إنهم كده من ساعة ما سوتيا باتت معاهم. ساعتها افتكر اللي حصل في الحمام وخاف يكون سبب لهم صدمة نفسية، لقى إنهم نسيوا اللانش بوكس فطلع يجري وراهم يشوف لسه ممكن يلحقهم ولا لا. بعد ما هو وفري عرفوا جدولهم قالت له إنهم مش هياكلوا حاجة غير على العشاء، فالحل الوحيد هو إنه يوصل الأكل بنفسه. قالها إن الجامعة بنات بس، قالت له ما يقلقش. نص ساعة وراح لابس لبس بنات ومتنكر وجري ناحيتهم قبل الأمن ما يشوفوا. بنتين حاولوا ياخدوه جولة لكن شكوا فيه واكتشفوا إنه والد، فهرب واصطدم ببنت تانية في الممر. وهما بيحاولوا يقوموه وبيلاحظوا التنكر أتينا ظهرت وكادت تموت من الصدمة. في اللحظة دي البنتين رجعوا تاني وعايزين ياخدوه، بس واحدة اسمها تانس جت بسرعة وقالت إنهم إخوات وخدته لمكان خاص وسألته جاي ليه. لما شافت اللانش قالها إنه رايح يشوف كوريا كمان، وسألها لو هتكون تمام معاه. ردت إنها مش حاسة بحساسيتها ناحيته بسبب التنكر. بعد شوية شافوا كوريا رايحة على الدوجو بتاعها، بس أين دخلت بسرعة وكسرت الجردل، فالمية اترشت عليهم هما الاتنين في غرفة تغيير الملابس. بعد شوية اعتذروا لبعض وقرروا يغيروا هدومهم. نجومه حاول يخرج بس سمع صوت البنات اللي لسه بيدوروا عليه. أتينا سمعته برضه فطمنته إنه لسه بنت رسمية، لكنه فضل يلف وشه الناحية التانية وده خلى دماغه تتكهرب أكتر وهو سامع كوريا بتتلبس هدومها. لما خلصوا أتينا سألته رأيه في لبسها، فالاتنين اتخضروا من الجمال لحد ما زرار طار وراح في دماغ نجومه بالعافية. في السكن بعد كده سيرين اديله بسكوت علشان يهدى، وبعدها منهور وفاري سألوا أتينا وكوريا ليه بيتصرفوا بغرابة. أتينا طلعت منشورات رحلات وقالت فجأة لو ممكن يروحوا أجازة مع سوتيا. الكل اتحمس وبدأوا يخططوا، وسيرين جريت على أوضتها فمينو قالت لنجومه يعمل شغله ويعرف مالها. بره أوضتها نجومه قعد يتساءل لو كانت أوسخ من باقي البنات، بس بعد شوية شجاعة دخل ولقى أوضتها عبارة عن كومة زبالة وفضل يزحف فيها لحد ما وصل لها. بعد ما جبل زبالة وقع عليه بقى وشه قدام ظهرها على طول، وسمعها بتشتكي إنها لازم تعيد ترتيب كل حاجة. سألها ليه ما طلبتش مساعدته، ردت إن الزبالة بتساعدها تمتص طاقة من القمر، وده فكره باللي حصل في أوضة كوريا لما كانت بتقول إنها تصلح الأرضية بتكنولوجيا قمرية. لما سألها لو كانت هي اللي شافها اعترفت عادي. بعدين سألها لو بتكره الرحلات، ردت إنها عمرها ما راحت مكان غير السكن والكلية، وده فاجئه. شرحت له إن الأماكن اللي فيها طاقة قمرية قليلة
عمالة بتبوظ التشاكرا بتاعتها رجع وقال للباقي، فقرروا يدوروا على أنشطة ومنتجات ليها علاقة بالقمر علشان يقنعوها. تاني يوم وهو في الطريق للمدرسة شاف سوتيا وقرر يقولها على الرحلة، لكن لما لاحظ إن الشمس سايحة مخها طلع لها باك تلج. ولما وصلوا للمدرسة قالها على الخطة ووافقت، بس استخدمت شعرها تعاقبه عللشان تحذره من أي غلطة تانية. في الوقت ده فري كانت في أوضة سيرين بتوريها لبس كوسبلاي من أنمي عن القمر، بس سيرين رفضته بعنف. وهي خارجة مينو وريتها إزازة مشروب فيها طاقة قمرية وقالت إنها هتكشف نوايا سيرين الحقيقية، بس لما فتحتها الغاز طلع وفري فقدت السيطرة وبدأت تتمرن معاها. بالليل نجومو رجع ولقى سيرين بتتمرن مع كوريا، ولما قالت له إنها نوع من فنون القتال علشان تتواصل مع القمر فجأة وقعت وطلبت استراحة. فري ومينو خرجوا بورينا لبس تاني خاص بالقمر، وتينا جت تتأكد إن محدش فقد عقله وأدت لسيرين شمسية فيها صورة السماء الليلية. لما شافتها وافقت تطلع معاهم وكلهم دخلوا بيتعشوا. بعد العشاء نجومو ادالها جاكيتها بعد ما خيطوا ونضفوا واعتذر لو تصرف من غير إذن، بس هي شكرته وقالت له إنه رجعوا جديد. بالليل دخلت أوضته وباسته علشان تنعشه. في نهاية الأسبوع حجزوا فان علشان الرحلة، وأوتينا أخدت الطريق كله وهي تهري عن الفندق الشاطئي، لكنهم وصلوا في الآخر لنزل مرعب وسط الغابة. أتينا حاولت تهرب لكن صاحب المكان ظهر وما كانش عندها حل غير تقبل الأمر الواقع. بعد ساعات من التجوال حاولوا يبهجوها بس هي فضلت مكتئبة. نجومو سألها لو تحب تروح للمعبد متجاهل الطاقة السوداء الكتير اللي هناك. لما البنات بدأوا يتكلموا عن إن المكان ممكن يكون مسكون كوريا خفت، ففري انتهزت الفرصة ودوختها بخضة. لما كوريا مسكت في نجومو سوتيا اتعصبت وضربتهم هما الاتنين بشعرها، واتينا رجعت للاكتئاب تاني. بعد ساعات كلهم دخلوا الحمام الكبير وياخدوا وقتهم واحد ورا التاني وهما بيقولوا لا اتينا تبطل تعاتب نفسها لانهم على الاقل مستمتعين بحمام خرافي ومنظر طبيعي مفيش زيه. لما مينو سألتها ليه هي اصلا فكرت في فكرة المصيف ده، ردت وقالت انهم مش بيقضوها وقت كفاية مع بعض، وكمان كانت شايفة انها فرصة تانية تثبت للسوتيا انهم يقدروا يعتنوا بنجومو. بعد شوية نينارو وفري لمحوا مستمتع بالهدوء والسكينة في حمام الرجالة وقرروا يخربوا عليه اللحظة دي بشوية هزار. وفي نفس اللحظة اللي أتينا قدرت توقفها فري شدت المنشفة، لكن المرة دي ناجومو هو اللي فقد وعيه الأول. في وقت لاحق البنات ناموا كلهم في أوضته، بس هو لمح أتينا وهي خارجة وقرر يعرف رايحة فين، لكن فري استخدمته كمخدة بشرية وقعد يتصارع معاها شوية قبل ما يهرب بالعافية. وهو بيدور عليها مينورو طلع له فجأة وخلاه بالعافية ما يعملهاش على نفسه، وقال له إنه هو كمان بيدور على أتينا. دوروا في كل الحمامات والأوض، ولما دخلوا الجزء المقفول من النزل المكان بقى غريب شبه قلعة موزن اللي من انفينيتي كاسل. في لحظة ناجومو لقى نفسه لوحده، لكن نينو رجعت واعتذرت لأنها مشيت بسرعة ومسكت إيده، حس إنها ممكن تكون خايفة فوعدها إنه هيحميها، بس هي ردت عليه بإحراجه وهي لازقا فيه وقالت له إنهم مش في السكن دلوقتي. وبعد ما كادت تتجاوز الحدود أتينا أخيرا خرجت من مكان شكله كأنه بوابة لعالم تاني، وقالت إنها كانت تايهة وهي بتدور على حمام الستات. وقتها شافوا ست غريبة ماسكة شمسية ماشية وسط الضباب، فهربوا واستخبوا في أوضة تخزين. ناجومو حس بحاجة بتخر على ركبته وسألها هتكون كويسة، ردت عليه وقالت له يبطل دايما يبقى هو المسؤول، ووعدته إنها تبدأ تتصرف كأخت كبيرة بجد، وقررت تثبت ده ببوسة. لحسن الحظ مونيرو أنقذه من حبها المريض، وسيرين اعتذرت لهم وقالت إن الشمسية دي كانت بتاعتها. تاني يوم صاحب المكان شكرهم على زيارتهم، وفيري اتضايقت إنها راحت عليها كل حاجة، فمينو اقترحت نقعد يوم كمان على الشط بدل الرجوع. بعدها بساعات بدأوا يلعبوا بالكرة على الشاطئ، لكن لما سوتيا شافت البنات كلهم بأجسامهم الرشيقة بدأت تحس إنها أقل منهم ودخلت المية بالعوامة علشان تخبي نفسها. إيلود افتكر نفسه منقذ رسمي، ولما شافها حاول يدافع عن نفسه لكنها اتضايقت لحد ما شوية سمك صغير بدأ يقرص في رجليها، فحاولت تسبح بعيد، لكن واحد منهم دخل في مكان حساس وفضل يتحرك بجنون، فحاولت تطلع وتوصل للعوامة. لما ناغومو شافها جري عليها وبعدها قال لكوريا ورمى نفسه في المية عشان ينقذها. وبعد ما سوتيا فهمت اللي حصل سبته ومشيت وهو لسه مش مستوعب مشاعره. بعد شوية مينو وفري خلصوا لبسهم وخرجوا، لكن أينا فضلت في الدش تفكر قد إيه ناجومو كان راجل بمعنى الكلمة. وفي اللحظة دي سوتيا دخلت عليه وهو طردها بره وكمل لوحده، وهي شرحت له إنهم هيمثلوا سيناريو الأخت الكبيرة مع أينا، لكنه فضل هادي ومتصرفش كأنها بتحاول تستدرجه. بعد آخر كلام مع صاحب المكان راحوا الاستوديو اللي متجهز على شكل فيلم
بيقلدوه. لما فري طلعت سيفها ووجهته عليه استغرب وسأل ليه. قالت له إن الشخصيات الرئيسية دايما بيتخانقوا علشان يعبروا عن مشاعرهم، وهي بتهاجمه بدأ يحس أسوأ من قبل كده لأنه مش عايز يخسر حد منهم. فري قالت له إنه جبان علشان بيتهرب وبيمثل بدل ما يكون حقيقي ويوثق فيهم. ولما بدأت تندم على كلامها القاسي حضنته واعتذرت وقالت إن طريقتها الجارحة دي خربت علاقات كتير قبل كده، ووعدت إنها مش هتخلي خوفها يتحكم فيها تاني. ناغومو قال لها إنه كمان هيحاول يبقى صريح معاهم أكتر. بعد كده بأيام ناغومو خد سوتيا للمهرجان في كلية البنات، لكن الزحمة والاحتكاك خلوها تتقرف. وفجأة سمعوا صوت فري وهي جاية عليهم بزي مجنون، وقالت لهم إن عندها شارة مسؤولة المهرجان وبدأت تلف بيهم وتوريهم المكان. بعدها راحوا لخيمة في آخر الكلية وشافوا مهروحة لامي مينو وهي بتحاول تبيع خلطات سحرية من تحت لتحت. ولما سألها ازاي بتبيعها دخلت واحدة من لجنة المهرجان وخدت كل البضاعة. مينو هربت لكن سابت واحدة من الأنينات في شنطة ناجومو بالغلط. بعدها فري ودوهم لنادي علوم بايظ، وهناك شافوا صورة للسيرين وقالوا إنها كائن فضائي ولازم يقبضوا عليها. لما خرجوا للنور لقوا كل البنات في الكلية بيتمرنوا بعنف وشكوا إن الغاز اللي حواليهم السبب. رئيس النادي اتهم سيرين لكن ناجومو حاول يدافع عنها ووقع على واحدة من خلطات مينو. ولما رئيسة النادي شافت وشه افتكرت انه شبه حد، ففري حطت الباروكة على دماغه تفكرها بيوم تنكره. لكن وقتها مفعول الخلطة بدأ وكل البنات جريوا عليه علشان يبقوا أصحابه. سوتيا قالت لهم يبعدوا عنه لكنهم لاحظوا انها أحلى وبدأوا يجروا وراها. رئيسة النادي حاولت تستولي على ناجومو، وفي اللحظة دي سيرين رجعت وضربت الكل بشعاع رجعهم لعقلهم. ولما وقعت في حضن ناجومو صحيت بعدين في العيادة وقالت له انها محتاجة تشحن طاقتها. لما قالها يستنى البنات يجيبوا لها سناك قالت له ان الشحن بيتم ببوسة، فاتكسف جدا وافتكر اللي حصل قبل كده. بس هي قالت له انها بتعمل كده مع الكل وطلبت منه ينفذ مسؤوليته كعبدها. وقبل ما توصل له وتبوسه فري وسوتيا رجعوا بالاكل، والطبق اللي جابوه خلاها تدخل في حالة هستيريا قمرية وراحت تاكله بجنون. واثناء ما هم خارجين فري اقترحت يروحوا يشوفوا اتنا علشان ممكن عرض كوريا ياخد وقت. في نفس الوقت ده اتنا خلصت لبس زي الخدمة وابتدت تشجع نفسها قبل ما تطلع، لكنها كانت هتموت من الخضة لما شافت كمية الولاد اللي هتخدمهم. والأسوأ من كده إن ناجومو دخل مع البنات لكنها بالرغم من كده قدرت تمسك نفسها وراحت تجيب الأكل. ولما رجعت ناجومو وفري لاحظوا إن سوبيا كانت مهووسة شوية بلبس الخدمات، بس اتنا وهي بترجع وقعت والصينية كلها وقعت على سوتيا. وبعدين اكتشفت إنها لسعت ناجومو بوسة بالغلط. بعد ما بعدت بسرعة اعتذرت لكن سوبيا قالت لها ما تقلقش. هما الاتنين شجعوها وكملوا يومهم. لما الرجالة اللي على الترابيزة طلبوا يخرجوا معاها ناجومو كان هيقوم يتخانق لكن فري خلته يستنى، واتنا بهدوء رفضت العرض وكملت شغلها. بعد شوية خدت بريك في الأوضة اللي ورا ورئيسة النادي شكرتها على إنها بقت اجتماعية. اتنا قالت إنها فرحانة إنها بدأت تبقى مرتاحة مع الرجالة غير ناجومو، فسألتها الرئيسة عن علاقتها بيه. اتنا ردت وقالت إنه زي أخوها الصغير، لكن بعدين اقترحت تاخد شوية وقت تخرج معاه. ولما حاولت تهرب من الخروج فري دخلت وساعدت وقدمت سوتيا 2.0. وبعد شوية دخل ناجومو يسأل ليه سابوا الترابيزة. البنات شجعوا اتنا تتكلم معاه وفعلا اتفقوا يروحوا يشوفوا عرض كوريا. بس لما المتسابقين اللي لابسين لبس بنات ابتدوا ييجوا اتنا خافت انهم مش هيشوفوها. بس المفاجأة ان المذيع قدمها كالقضية وقال انها فازت بالمسابقة السنة اللي فاتت. الكل حتى اتنا نفسها اتصرفوا كأنهم شايفين مايكل جاكسون. ناجومو شرب مشروب علشان الحر لكنه اكتشف انه شرب اكسير الحقيقة اللي نوع عملته. بعد العرض اتنا وكوريا كانوا بيبصوا لبعض في رومانسية وناجومو بيحاول يمسك نفسه علشان ما يقولش حاجة بايخة. ولما كوريا عرضت عليهم 3 تذاكر للمتاهة وسألته لو عايز يروح معاهم فقد السيطرة وصرخ ايوه. فكلهم قرروا يدوا كل طاقتهم للرحلة دي. ناجومو استمتع اكتر منهم فقرروا يخلوه يحس انه في السحاب وطلبوا منه يحميهم للآخر. وفي آخر ممر وقعوا في الضلمة ولما اتحركوا ناجومو طلع ماسكهم هما الاتنين. بعد كده قابل مينو علشان يقولها على المشروب لكنها بصت كويس وقالت له ان اللي كان في الزجاجة ميه بس. وهنا ناجومو ابتدى ينهار لانه قضى الساعة اللي فاتت بيتصرف بغباء بإرادته الحرة. في الوقت ده فري والباقي رجعوا للكافيه ولقوا ان سوتيا بقت عاملة جيش من المعجبين مهووسين برجليها. وساعتها كل حاجة باظت. نادي العلوم بيجري ورا سيرين وجرعات مينو خلت جمهور كوريا يهيج. بعد كام ليلة كوريا كانت بتكلم أهلها وقالت إنها لازم تعمل حفلة كريسماس للطلبة علشان أهلها مسافرين. أينا عرضت تساعد بس قالت إنها ملهاش في الحفلات. ناجومو كمان عرض يساعد فشكرتهم وقررت تخرج تتسوق يوم السبت. ولما السبت جه أينا خدت دش لكن وهي خارجة ناجومو دخل ينضف الحمام وشافها بالصدفة. حاولت تجري بس وقعت عليه وهو كان متغطي بالمنشفة. لما شال المنشفة شاف كل حاجة. بعد شوية قالت لكوريا تروح من غيرها واعتذرت إنها نسيت تقفل باب الحمام. ناجومو وعد يشيل الشنطة كلها بدلها فوافقت تخرج معاه. لكن نيرو نزلت وسألتهم إذا كانوا خارجين في موعد. كوريا اتفجرت من الإحراج
وطلعت تجري ونغموا وراها لحد ما وصلوا المول. أول حاجة كوريا عملتها إنها دورت على سناك، وفرحت لما لقت حاجة كانت بتحبها زمان. وبعد كده وهي عند محل زينة سمعت اتنين بيتكلموا وبيقولوا قد إيه هما شكلهم لطيف سوا، فقررت تعتبر اليوم ده موعد. بعدين وقفوا يتفرجوا على شجرة العيد ونغموا مبهور بحجمها، لكن كوريا كانت مركزة أكتر في الكابلز اللي حواليهم. ومسكت إيده وقتها سألها إذا كانت جعانة فراحوا ياكلوا، بس هناك سمعت ناس تانية بتقول إنهم شبه إخوات، وده خلاها تتمنى إنه يعاملها زي أتنا. بس بعدها أدركت إنها دايما كانت غيرانة من علاقتهم. بعدها راحوا محل لبس تنكري، ونجومو كان بيضحك على بدلة غزال بني آدم، وكوريا لسه بتحاول تظبط مشاعرها. لما سألها إذا كانت هتلبس زي سانتا، هي اعترفت إنها حتى مش فاكرة الجزء ده، وسألت نفسها هو أي دقن ممكن يليق عليها. ناجومو سألها ليه تلبس لبس سانتا التقليدي، واقترح إن فري تفصل لها لبس يبرز كعكتها في حفلة الكريسماس. وبعد ما وقف خياله الواسع اداها لبس تصنيفه بلس 18، لكن هي قالت له إن اللبس ده هيبقى أحلى على أتنا، وذكرته إنها بتبان أجمد وهي لابسة لبس رجالي. لكن ناجومو أصر إن لبس البنات هيخلي شكلها أحلى، فوافقت تجرب. وساعتها هو أخيرا فهم قد إيه كلامه جرحها من غير ما يحس. في نفس اليوم فيري وافقت تساعدها في تصميم اللبس، بس قالت لازم تاخد مقاساتهم فورا علشان مشغولة في الأيام الجاية. وأول ما طلعت شريط القياس ناجومو حاول يهرب، بس ربطته بيه وخليته يتفرج غصب لحد ما زهق وزحف بعيد. في يوم حفلة الكريسماس دخل نجومه على أتنا بالصدفة تاني، وده خلاها تتعب ومقدرتش تساعد. فكوريا قالت خلاص هنلاقي حد تاني. ساعتها سيرين دخلت تتكلم عن تأثير القمر على مزاجها، فكوريا طلبت مساعدتها وعرضت عليها باكو بسكوت جديد كأجر. بعدها ركبوا القطر وراحوا بلد كوريا، ولما دخلوا الدوجو بتاع عيلتها الطلبة الصغيرين رحبوا بيها، لكن أخوها الصغير ركز أكتر على إن نجومه شكله ضعيف وسأله إذا كان داخل يتمرن. كوريا قالت له إنه بس جاي يساعد في الحفلة، بس الولد طنشها وخطفهم هما الاتنين علشان يعملهم اختبار دخول رسمي للدوجو. بعد شوية قعدوا يتفرجوا عليها وهي بتشرح للطلبة، ونغومو حس بالفخر علشان قربوا منها لحد ما نادت عليه فجأة. شرحت حركة رمي الجسم وقربت منه وقطعته نصين على الأرض، وبعد ما اعتذرت له بسرعة قالها متقلقش دي مش أول مرة كانت هتبعته على المستشفى. بعدها أخوها سأله إزاي ضعيف كده وهو صاحب كوريا، وده خلى نجومو يفهم إن الكل شايفها كأنها الزعيم الأخير في فنون القتال. بعدين شافها بتحاول تعمل نفس الحركة على سيرين، بس لما الأخيرة اتفلتت طلعت عصاية حساسات علشان تمنع الناس اللي زيك من إنهم يشوفوا حاجة مش المفروض تتشاف. بعد كده نغومو لبس بدلة الغزال البني ووزع بدجات على العيال علشان يحمسهم لسانتا كوريا، لكن العيال رفضوه بشدة وكسروا قلبه. وبعد ما حاول يلم نفسه شاف بنت قاعدة لوحدها وسألها مالها. قالت له إنها قابلت إن سانتا مش هيديها هدايا علشان هي أضعف واحدة في الصف، وقالت له قد إيه صعب عليها تتأقلم. الكلام ده فاكره بنفس إحساسه لما قابل البنات لأول مرة، فشجعها وقالها إن المحاولة تستحق المكافأة واداها بادج كمكافأة. بعدها العيال الباقيين جريوا عليه وطلبوا البادجات واعتذروا له، فاتأثر جدا. في اللحظة دي كوريا وسيرين وصلوا وهم لابسين لبس مساعدين سانتا، والطلبة كلهم اتجننوا على شكلهم. ناجومو حاول يمدح كوريا لكن أخوها قرر يبص عليها، فاتكسرت ضلوعه فورا. كنتيجة بعد شوية احتفال وتوزيع هدايا أخوها فكر ناجومو إنه لسه لازم يلعب دور الغزال ويشيل سانتا. كوريا طلعت تقيلة، فسيرين قررت تطلع هي وركبت على ظهره من غير تفكير، لكن ناجومو حس بحاجة غريبة على ظهره، ولما سأل سيرين اعترفت إنه مفيش أي حاجز بينهم وكملته وهي راكبة عليه. بعد كذا ساعة كوريا لقته قاعد بره وشكرته على المساعدة، وهو كمان شكرها على دورها في الدوجو وعلق بادج حوالين رقبتها. ولما قربت تبوسه فجأة سيرين ظهرت، فكوريا ادعت إنها كانت بتشيل حاجة من على وشه وهو اتلهى بالثلج. وبعد أيام قليلة هوس أتنا بنجومو أخد منعطف مظلم قبل ما مينو ووفري ينادوا الكل على الصالون علشان يفرجوهم على الكوتاتسو اللي لسه مركبينه. أول ما نجومو شافه اتجنن من الفرحة واعترف إنه عمره ما كان عنده واحد. الكل قعد حواليه يتدفى، ولما كوريا قعدت جنبه أنا غيرت وسألتها ليه دايما بتحاول تحتكره، فمينارو ووفري سأله أين ليه مهتمة كده، وساعتها نسيت الإنجليزي خالص. فكوريا قالت لها تقعد في المكان الفاضي وحطت نجومو ما بين فخدها. نجومو طار وقالها إنه مش أخوها الصغير، وساعتها مينو ووفري ابتدوا يهزروا تحت الكوتاتسو وخلوها لعبة جماعية. بدأت كتدليك وهزار، بس نجومو أقنع نفسه إن انعدام الأخلاق اللي عندهم ده في حاجة دافئة. كوريا ادته برتقالة وقال إنه دايما كان بيحلم يعيش لحظة زي دي مع عيلته، ومينو قالت له إنهم هم عيلته دلوقتي. كوريا حكت إنها كانت دايما بتنام وهي بتذاكر مع اخواتها، وإتنا حبت الفكرة
وقالت نفسها تراقبه وهو بيذاكر. هو كمان بدأ يحب الفكرة، لكن فجأة كسر قلب أتينا لما قرر يعزم سوتيا تيجي بدال ما يعمل الواجب معاها. في طريق الرجوع البيت تاني يوم راح يسألها لو حابة تيجي، لكن هي فورا هددته إنها هتقلع له رقبته عشان فكر إنها ممكن تستحمل دقيقة تحت جهاز بيسخن الجو. ولما فهم غلطته وعدها إنه هيطفيه، بس هي قالت له إن كده ملوش لازمة أصلا. ولما شافت إنه فعلا عايز الموضوع ينجح وافقت تيجي بشرط يجيب لها آيس كريم. بعد شوية وصلوا السكن وناجومو اتصدم لما شاف إن مفيش حد تاني بيستخدم الكوتاتسو، ففرشوا كتبهم وجهزوا نفسهم يقضوا وقت هادي. في وقت من الأوقات سوتيا خافت عليه من البرد وقالت له ممكن يزود السخونة، لكن لما نزل يظبط الحرارة لمح أكتر من اللي كان متوقعه، فطلب منها هي تعملها بنفسها. وبعد شوية لقاها نامت، فحاول يثبت إنه أكثر التزاما منها، لكن دماغه هو كمان قالت له سلام. وهو بيشخر هي صحت وطفت الجهاز، لكن وهو بيمط رجله ضغط برجله في مكان حساس عندها، وهي قررت تنسى فجأة إزاي تقوم وعملت نفسها متثبتة بسبب رجله لحد ما أتينا دخلت عليهم وشافتها. بعد ما كسرت له ظهره بالترابيزة باقي البنات رجعوا وطلبوا عشاء خاص، بس لقوه لسه مش قادر يتحرك من أثر اللي حصل. تاني يوم بدري أتينا بدأت مشروع كروشيه جديد، وسمعت فري وهي بتطلب من ناجومو يساعدها ينظف أوضتها قبل ما تروح لحفلة كوسبلاي. أول ما شاف أوضتها فكر يرجع يعيش في الشارع، بس أتينا ظهرت وساعدته ورجعت له الأمل. عرض عليها يساعد في أوضتها كمان، بس هي رفضت عشان تخبي مشروعها عليه. فجأة سمعوا خشب بيصر ولقوا أوضة سيرين هتنفجر. حاول يفتح الباب ينقذها، وبعد محاولات فاشلة لقوها متعلقة من الشباك، فجرى ناحيتها ووقعها عليه عشان يكسر سقوطها. رجعوا جوه لقوا تسريبات كأنها نفايات سامة، وأتينا حاولت تفتح الباب بس سيرين كانت بتترجاها تسيب طقوسها المقدسة في حالها. سوتيا جات وأنقذته من الجنون وقررت تساعده في تنظيف أوضة فري، وهناك بدأ يفتكر الذكريات الغريبة اللي عاشها مع الأزياء اللي لبسها قبل كده، وافتكر يوم فري لبست له لبس خاص عشانه هو. بعد ساعات من الترتيب خلصوا أوضتها وراحوا على أوضة نيرو، وهناك اكتشفوا إنها عاملها زي منشأة سرية فيها دش عالي الضغط. مينو اعتذرت إنها نسيت تطفي نظام التطهير، وقالت إنها صرفت كتير على أوضتها عشان تبقى سهل التنظيف. رجعوا بعدها على أوضة سيرين ولقوها مجهزة نفسها المعركة، بس أتينا استغلت نقطة ضعفها وهي بسكويت الرز، وكلهم هجموا وفتحوا الباب واكتشفوا إن كل الحاجات دي كانت عشان مفاجأة نهاية السنة ليهم. بعد كده مينو خدت أتينا تشرب معاها، بس ريحة الكحول خلتها تسكر. في نفس الوقت سوتيا طلبت من ناجومو يجيب حبال، ولما رجع لقاهم كلهم خلاص على وشك الغيبوبة. مينو شدته ناحيتها وسيرين وقعت على رجله، وأتينا حضنته وسألته ليه دايما بيختار سوتيا مش هي. ولما كلهم ناموا فكر يفضل مكانه، بس سوتيا خرجت وهددته إنها هتكسر له جمجمته لو ما راحش ينام في أوضته. تاني يوم حس بتعب فظيع في جسمه وظن إنه من الشغل اللي عملوه امبارح. وفي الوقت ده أتينا كانت خلاص بتقرب تخلص الجوانتي اللي كانت بتعمله له، وهو بيحضر الفطار اتكلموا عن خططهم في الصيف، وفجأة بدأ يتصرف بغرابة وسكب الشوربة بس طنش. أتينا نزلت وقالت إنها هتقضي العيد معاهم ومينو، فرحت وقررت تاخد فلوس من كل الحصالات عشان يعملوا عزومة. طلبت من أتينا تروح السوق معاه، بس هي قالت للكورية تروح بدلها وطلعت تكمل الجوانتي. وفي السوبر ماركت كوريا حست إنه مش طبيعي، لكن وقالها مفيش حاجة وركز في شراء الجمبري. لكن فجأة في إيد واعية ووقع. في نفس الوقت أتينا كانت بتخلص الجوانتي، بس كوريا دخلت تجري تبلغها، وكلهم جريوا على أوضته يشوفوا إيه حصل. فري رجعت وبقى أول رد فعلها إنها خانقته بحضن لحد ما صحي وهو بيترجاها سيبيني. مينو قاست حرارته ولقوا إنه عنده سخونية جامدة وقرروا يخلوه يرتاح. مانورون عملت اجتماع يناقشوا فيها يرعوه ازاي، لكن فري بسرعة لبست لبس ممرضة وقالت انها هتخليه يخف حتى لو هتمتص المرض بنفسها. وكوريا قالت انها عندها علاج نهائي وبدأت تعصر كل الفواكه بايديها. وسارين كانت بتاكل البواقي وهي مبسوطة، بس وهما بيمنعوها تخرج عن السيطرة سوتيا تجري على أوضة ناجومو وتهزه بحماس لحد ما يقولها انه بس سخونية. بعد ما خدت نفس عميق شرحت له قد ايه كانت خايفة انه ممكن يختفي نهائي المرة دي، وحطت جبينها على جبينه عشان تشوف حرارته، بس السخونة كانت كأنها ذوبت كل حاجة في دماغها. أتينا ومينو وعدوها إنهم هيرعوها وسمحوا له يرتاح من غير ما يحسوا إن فري تسللت وادته له علاج الأمومة. لما أتينا اكتشفت وراحت تمنعها، كوريا لحقته عشان تديه مشروبها السحري، وأتينا حاولت تخوفها كمان، بس بالمصادفة سكبت المشروب كله على نفسها. وبعدها فهمت إنها نقعت ناجومو دور أكتر في القصة من اللي فري كانت ناوية عليه. لما كوريا وقعت مغشية عليها اتأسفوا على إزعاج راحته وشالوا مع كوريا
عشان تنام مع سوتيا وتسترجع نفاها. بعد كام ساعة ناجومو حلم بكابوس عن البيت اللي اتربى فيه، لكن صحي وقرر يبرد نفسه بالحمام. شاف كوريا في الرواق وقال لها متقلقيش، هيقعد كام دقيقة وبس. لكنها عرضت تنظف هدومه في الوقت ده. بعد ما أخدت شرطته دخل الحمام واستقبلوا فري وسيرين استقبال ملكي، وحملوه جوه الحمام مميز قوي عمره ما شافه قبل كده. وفي الوقت ده كوريا شمت ريحة هدومه وقربت تخسر أنفها من الريحة الوحشة. بعد شوية اتصادفوا تاني وهي استحيت من حالته ورجعت تحط الشورت اللي خدتوه، بس اكتشفت إنها مزقتهم وهما بتلعب. وهي بتعتذر قال لها ما تقلقيش، هو أصلا كان بيفكر يقص هدومه كلها عشان يوري الدنيا إنه كان مشرد زمان. وقال كمان إن السخونة خلاص راحت، وخرج يروح يكنس تاني رغم إن جسمه بدأ يبعت إشارات موت لدماغه. هاتينا خلصت شوربة خاصة، لكنها اتفاجئت لما لقت كل البيض خلص. سيرين اعترفت إنها شربته كله لأنه بيشبه القمر، ومينو عرضت تساعدها بوصفة سحرية تخلصه من أي أثر مرض في جسمه. وأثناء ما هما بيتخانقوا رجع هو يسأل على حاجة سخنة، لكن الوصفة وقعت وعملت انفجار أدى إلى تعرض زائد ودماغه انفجر داخليا. بعد كام دقيقة كلهم رجعوا أوضته وبدأوا يقلقوا لما سخونته زادت أكتر. بعد ما كلهم اقتنعوا إن محاولة اللعب مع خرطومه الطويل كانت فكرة وحشة، أنا قررت تبقى اللي ترعاه طول اليوم. وهما بيرجعوا لنشاطاتهم الخاصة حضرت له طبق مياه بارد عشان تخفف حرارته وقعدت تراقبه بعناية. بعد شوية سوتيا صحيت وقررت ترجع بيتها، وكوريا ظهرت تاخد هدومه وقدرت تجمعهم من غير ما تفقد عقلها للمرة الأولى. في الليل آنا كانت نايمة وبعدين صحيت لما سمعت إن جومو بيهمهم. رجعت جابت له فوطة باردة عشان تنزل حرارته، وهو بدأ يناديها باسمها فأمسكت إيده ووعدته إنها دايما هتكون جنبه. وفكرته بكل اللحظات اللي قضوها سوا من أول ما جه، وقعدت جنبه تتكلم عن مشاعرها قبل ما تغلبها النعاس. الصبح صحى على وشها الجميل عشان يستمتع بكل لحظة قبل ما يخرج ينظف. لما سألت إذا كان قوي كفاية ينظف ردها وقال لهم عندهم عزومة يخططوا ليها ومش مستعد يسمح للمرض يوقفوا. سلمته الجوانتي اللي عملتها وقالت له يلبسها بعدين، لكنه حطهم فورا وشكرها وسألها إذا ممكن تروحوا السوق تاني عشان يجيب حاجات. لما الباقي خرجوا معاه سوتيا ظهرت وبدأت تطلب تعرف ليه هو شغال من بدري. هل ناجومو هيعترف إنه بيحب أتينا ولا هيكمل يلعب دور الغبي عشان يتهرب معاهم كلهم؟ ده كان كل حاجة في الفيديو ده يا جماعة. اكتبولي تحت لو عاوزين الجزء التاني، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد.